أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأخبار. وقبل نشرتنا الإخبارية لهذا المساء مشاهدينا الكرام، نود أن ننوه السادة المشاهدين بأن الفضائية الإريترية ستقدم برنامجا خاصا من الساعة 9 صباحا يوم غد الأربعاء بمناسبة عيد القديس يوحنا. بدءا لنشرتنا الإخبارية مشاهدينا الكرام، إلى عناوين النشرة. نيافة الأنبا ديوسقوروس يوجه كلمة بمناسبة عيد القديس يوحنا. تقييم التنمية الصيفية للطلاب في الإقليم الأوسط. تنظيم منفير نظافة في مدينة كرن. وتنظيم المهرجان الرياضي للإريتريين في ألمانيا. إلى تفاصيل النشر مشاهدينا الكرام، حيث وجه راعي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية نيافة الأنبا ديوسقوروس الرابع كلمة إلى الشعب بمناسبة عيد القديس يوحنا، وهنأ نيافته للانتقال من سنة ماتيوس إلى سنة مارقوس، متمنيا لتكون سنة سلام واستقرار. وأوصى بمناسبة هذا العيد المجيد للتكافل مع المحتاجين ومساعدتهم. وقدم نيافته توضيحا عن الخلفية التاريخية لعيد القديس يوحنا، وقدم تمنياته وتبريكاته بالطمأنينة والرحمة للشعب الإريتري في الداخل والمهجر، وأعضاء قوات الدفاع العاملين في التنمية وإعمار البلاد، والمرضى الذين يعانون من الآلام. أوضح الاجتماع التقييمي الذي عقد يوم 9 سبتمبر في قاعة إدارة الإقليم الأوسط عن تنفيذ 80% من برنامج أعمال التنمية الصيفية للطلاب هذا العام. وقال المدير العام لقسم الزراعة والأراضي بالإقليم الأوسط السيد يمان أباي في الاجتماع الذي حضره جميع الداعمين والشركاء لبرنامج العمل الصيفي الطلابي ضرورة توسيع المشاركة، مشيرا إلى أن التقييم المتواصل ساهم في التعرف على النواقص والقصور وتقوية التنظيم، وأن الإنجاز الجيد هذا العام يأتي نتاجا لتلك الجهود. وذكرت مسؤولة مكتب التعليم في الإقليم الأوسط السيدة حليمة محمد أن برنامج العمل الصيفي الطلابي يرسي ثقافة العمل والإنتاجية لدى الطلاب ويساعد للتعرف على محيطهم، مشيدة بتعاون الشركاء لإنجاح البرنامج. وأشار مسؤول برنامج العمل الصيفي الطلابي للتنمية السيد أبراهام برهه أن عدد المشاركين في البرنامج ارتفع بنسبة 22.2% عن العام الماضي، حيث شارك في العمل أكثر من 17,300 طالب عملوا في حماية التربة وحفظ المياه والتشجير وتنظيم أضابير السجلات وحفظ الممتلكات وتنظيم حركة المرور. وأكد حاكم الإقليم الأوسط السيد كحسي جبرهوت على أهمية حملة الطلاب التنموية، موضحا بأن إدارة الإقليم وضعت الميزانية اللازمة لإنجاحه. وبحث الاجتماع التقرير المقدم وطالبوا لاتخاذ خطوات تصحيحية لبعض الإهمال ونقص الانضباط الذي يظهر من الطلاب، وعمل المدارس في نقاط خاصة بها لإزالة تداخل العمل، وقيام السكان بالحراسة والمتابعة اللازمة للشتول التي يغرسها الطلاب وغيرها من الآراء والتوصيات. وقدمت في ختام الاجتماع الجوائز للمدارس والمعلمين والخبراء للتميز الذي أظهروه في العمل. قام سكان المنطقة الثانية في مدينة كرم بنفير لإزالة أشجار التين الشوكي الذي يعيق سير المشاة والسيارات وأماكن تجمع النفايات. وقال مدير المنطقة الثانية السيد بخيت قبطان أنهم يقومون بالنفير مدعومين بالآليات، حيث تم حتى الآن إزالة التين الشوكي من مساحة حوالي 20 هكتار، مشيدا بالمشاركة الشعبية الفاعلة في النفير. وأوضح عضو اللجنة الصحية في المنطقة السيد رأيو قشياقوب عن ارتياحه للمشاركة لإصحاح بيئة منطقتهم. وذكر كل من السيدة أمونة أمان والسيد إبراهيم نور حسين أن الأنشطة الفاعلة التي يقومون بها نتاج التنظيم القوي الذي يساهم بدور إيجابي في حياتهم، مؤكدين العمل في التنمية.
في النبأ الأخير، نظم الإريتريون المقيمون في ألمانيا مهرجانا رياضيا يوم 7 سبتمبر في مدينة كايزرسلاوتن. وشمل المهرجان الرياضي الذي ينظم سنويا بمناسبة الفاتح من سبتمبر ذكرى انطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري منافسات رياضية للأطفال والشباب والكبار لفرق من مختلف المدن الألمانية ودول أوروبا. وقدم سفير إريتريا في ألمانيا سيد بطرس تجاي الذي حضر المهرجان الجوائز للفائزين. وقد بعث الرياضيون الإريتريون في أمريكا الشمالية برسالة تضامن إلى المهرجان الإريتري مؤكدين المشاركة فيه العام القادم. وشارك المشاركون في المهرجان الرياضي في الاحتفال الذي نظم بعد ذلك بمناسبة الذكرى 52 لبدء الشعب الإريتري الكفاح المسلح. وينظم المهرجان الرياضي للإريتريين المقيمين في ألمانيا منذ 7 أعوام، لكنه شهد تطورا ملحوظا في السنوات الثلاث الماضية، ويهدف إلى تنشيط الرياضة في الجاليات الإريترية.